ها هو بوعلام صنصال. C'était il y a 10 ans, non, un peu plus. 97, voilà. J'étais directeur général de l'industrie. Et quelqu'un m'appelle de Genève. Il s'appelle Nicolas. هنا بوعلام صنصال يروي لمجموعة من الإسرائيليين في تل أبيب، يروي لهم بطولاته كيف دخل إلى دافوس، وكيف بدأ يربط علاقات مع الصهاينة، مع اليهود الإسرائيليين، وكيف عندما كان مدير عام في وزارة الصناعة. وقال أن هذا حدث في 97. يعني لما ذكرت مرة قلت أنا أنه من التسعينات راه كانت عندهم علاقات سرية مع الإسرائيليين، بعض الناس يقول لك لا هذه ما فيش صح. هاو دليل آخر، هاو دليل آخر. وظل بوعلام صنصال يدخل ويخرج إلى درجة أنه ما كانش يحتاج الجنسية لا الكندية ولا الأمريكية ولا الفرنسية، كله كان قادر ياخذ من عندهم جنسية أو ياخذ، ما كانش يحتاج. كان عنده باسبور، والمرجح أنه باسبور دبلوماسي داخل خارج. هو يعرف أن الباسبور الدبلوماسي الجزائري عنده امتيازات، بالعكس امتيازاته في الجزائر كبيرة، خير من باسبور أجنبي. وبغض النظر سواء كان عنده باسبور دبلوماسي أو باسبور أخضر، كان داخل خارج على الجزائر، ما كانش عنده أي إشكال. ما الذي تغير؟ الذي تغير الصحراء الغربية، الفرنسيس قالوا ولات مغربية. فهما راحوا غلطوا في الشخص الخطأ، في الشخص الخطأ غلطوا، لأنه ما فهموش باللي هذا بوعلام صنصال صحيح خدمهم منذ انقلاب 92 خدمات هائلة، وشيطن خصومهم وشيطن كل من يدعو إلى الإصلاح وشيطن، لكنهم ما فهموش أنه في نفس الوقت كان يبني في علاقات مع كبار القوم، كبار القوم في إسرائيل وفي أمريكا وفي كندا، كبار القوم. وبالتالي هؤلاء كبار القوم مش راح يسكتوا، بالنسبة إليهم ما فيش لعب. ولذلك تذكرت فرنسا ووزرائها بعد هذا الأمر، تذكروا أن راهم كاينين جزائريين بلطجية تابعين للنظام داخلين خارجين على القنصليات، يعطوهم في التعليمات ويعطوهم في الأورو ويعطوهم في الخمر ويعطوهم في الامتيازات، وراهم يسبوا في جزائريين آخرين معارضين. أهلا صح النوم يا الفرنسيس. 5 سنين وهذا البلطجية يسبوا في الحراك والحراكيين، أكثر من 5 سنين، يعني من منتصف 2019 رانا في بداية 2025، 5 سنين و6 شهور. لماذا تذكر الفرنسيس؟ مش كنتوا تشوفوهم؟ مش البلطجية هذو اعتدوا على ناس وضربوا ناس، مرات بالموس، مرات بحجرة، مرات بالسب والشتم طول الوقت، هذا في طريق، في الشوارع، في المدن. أكثر من ذلك حولوا مواقع التواصل الاجتماعي إلى مكان وكأنه مكان تاع قذارة ليس له حدود من السب والشتم. لماذا فرنسا ما تفكرتش هذا؟ لا ما تفكرتش هذا لأن الحراك ما يساعدهاش. دولة العدل والحق والقانون في الجزائر ما تساعدش السيادة الإليزي. قيام نظام دولة مدنية يديرها شعبها تدافع عن مصالح الدولة وعن مصالح الشعب ما يساعدش السيادة الإليزي. فتذكروا قال لك أوكي شدونا صنصال، درك نشدوا لهم البلطجية تاعهم، فراحوا شدوا 4 بلطجية لحد الآن، وممكن يوصلوا 15 ولا 20 منهم الآن، الآخرين مرعوبين، كاين 3 ولا 4 مهربوا للجزائر. الفرنسيس راحوا شدوا شوية بلطجية، وبداو الفرنسيس يقول لك لا هذو راهم يهدوا، راهم يحبوا يديروا قتل هنا في فرنسا لكن السؤال مرة أخرى يطرح على الفرنسيس، وين كنتوا لما كانوا يهدوا في الأحرار طول الوقت؟ وبالمناسبة مش فرنسا فقط، إسبانيا، إيطاليا، كندا، بريطانيا، بلجيكا وأماكن أخرى ربما ما سمعتش عليها. هنا القضية مش دفاع، مش تطبيق للقانون لأن هذو البلطجية تاعهم ارتكبوا أخطاء كارثية، لا، هنا فقط في إطار العصابة ما سمعت لكمش بإطلاق صنصال، أنتما تمسوها في البلطجية تاعها. هاي الإشكال. ولذلك أنا بقدر ما أدين العصابة اللي أعطت الآن فرصة لليمين المتطرف أن يهاجم الجزائر، كل الجزائر، بتاريخها، بشهدائها، بجغرافيتها، بدولتها، بشعبها، بقدر ما أدين النظام الفرنسي اللي يستخدم القانون استخدام في إطار السياسة وفي إطار لوبينج وفي إطار الضغط. وفي